بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل حلا الكاسات بالكريمة والقشطة. طبعا المكونات عبارة عن باكيت بسكوت، بطحنه على البلندر طحنة ناعمة، وبضيف عليه علبة قشطة، وبضيف عليه مكعب زبدة، وبضيف عليه كمان حليب مكثف، وبحركه وبخلطهم حتى يتجانسوا، وبصير أضيف شوي شوي من مية الأناناس. طبعا إحنا بدنا نعمل اليوم حلا الكاسات بكريمة والقشطة بنكهة الأناناس. أنا عمالي بضيف شوي شوي على البسكوت من الشراب الأناناس اللي بيكون في أيام بيكون معلب أو بيكون بتعمل عصير انت على إيدك الوحدة. طبعا هون بحاول أحركه وأخليه يتجانس مع بعضه لحتى إيش لما أجي أضيف له نضيفه بالكاسات ينحط بطريقة هيك يمسك ويكون طعمه مرتب. طبعا بضلنا أخلط فيهم وأجان تخليهم يتجانسوا. طبعا خلطنا زي ما حكينا البسكوت والقشطة والحليب المكثف ومكعب وقالب الزبدة. تقريبا بيكون قالب الزبدة حجمه من الأصبع، هذا 100 غرام أو 150 غرام. طبعا بضلني أضيف شوي شوي في مية الأناناس لحتى تعطيه الطعم زي ما حكينا، وأفركهم بإيدي، ويزيد شوي شوي في إيش في العصير الأناناس. طبعا هينا عمالي بورجيكم كيف هيك اللي بضيف حتى إنه يتماسك. طبعا بضيف يكون القوام متماسك ومرتب لما نحط بالكاسات. طبعا في خلطة تانية بعملها طبقة تانية بتكون عبارة عن قشطة وحليب مكثف وجبنة الكيري أو جبنة كريمية مع كمان أصبع من الزبدة. طبعا هلقيت أنا أضفنا البسكوت في الكاسات اللي بدي أمد فيهم التحلاية. بكبس البسكوت بطريقة هيك يكون مرتب لحديت ما يكبس. لو حتى إنه بدي أجي أكله بالمعلقة يكون سهل يعني ينطال. طبعا وبضيف المكون الثاني اللي حكيت لكم عنه، الخلطة اللي هي عبارة عن القشطة والجبنة الكريمية والحليب المكثف. لقيت هاي الطبقة الثانية. في طبقة كمان نقدر نضيفها إحنا زي ما بدنا. أنا حاولت أضيف كريمة، حاولت أضرب الكريمة بالبلندر مع الحليب البارد، وأخذت الكريمة وضفتها فوق الخليط هدول 3 طبقات. بعدها الطبقة الأخيرة اللي هي بدنا نزين فيها من القطع من الأناناس. هو الحلا كتير سهل وطيب يعني، وبيني وبينكم يعني أنا بحب هيك لو الواحد إجا ضيوف إجا هيك سريعا يعني بده بكون كتير مرتب. هلقيت هذا بعد ما أحطه بهاي المكونات طبعا كامل بحطه بالثلاجة تقريبا ساعة زمن، اللي هو يبرد ويتكاثف مع بعضه ويطلع هيك طريقته مرتبة وزاكية. طبعا أنا هون صبايا أنا حبيت أحط هذا المقطع لأني عملته أنا بيني وبينكم وبدي يعني يعني يكون شوي مشاهدات شوي تكون أحلى، لأنه في عندي والله مشاهدات كتير يا صبايا بس ما في لا كبسين على لايك ولا اشتراك ولا حتى تعليق. يعني الكلمة الحلوة طبعا ما بتاخد منا إشي، يعني صدقة الواحد يعتبرها صدقة. طبعا وبدي دعمكم إن شاء الله إنه تكبر هالقناة ونكبر مع بعض، لأني فترة هيك من الفترات وقفت يعني فترة طويلة، وإن شاء الله هاي كل ما بيصح لي يعني أنزل فيديوهات حلوة إن شاء الله رح أنزل. وأي إشي فيه فايدة للبنات أو لأي صبايا أو لأي بنت يعني حابة إنها تعمل مشروع. على فكرة هذا كتير المشروع حلو. هون هينا عمالي بضيف في الكريمة حطيتها في الكيس هذا زي القمع، وضفت صرنا نضيف على أساس إنه نزينها. طبعا أنا أعطيتكم الطريقة على السريع، حلقات الصور بتطلع تدريجيا لأنه الواحد عامل كمية فبده هيك وهيك يصور. طبعا هون الكريمة بهاي الطريقة بتنحط، وبعد ما ضفنا الكريمة رح أضيف قطع الأناناس. هذا الحلا كتير مرتب وكتير حلو،
وأنا بشجع كل صبية هيك تحاول تتفنن تعمل لأهلها تدوقهم. ويعطيكم العافية وشكرا لكم. طبعا لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.